السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. طبعا زي ما حضراتكم عارفين اني انا عامله حاجه اسمها الموافقه على التعليقات. مفيش تعليق بينزل تحت الفيديو غير لما انا اوافق عليه الاول. تمام. صاحبه المشكله النهارده كتبت التعليق وطلبت مني اني ما اظهرش التعليق واقرا التعليق واتكلم عنه او عن المشكله في فيديو، وقالت ان هي هتتابع التعليقات وهتشوف التعليقات اللي هتتكتب ايه، وكمان هتشوف الفيديو. صاحبة المشكلة دي كتبت التعليق ده في اخر فيديو انا نزلته هنا على القناة، لما كنت بقول ان لما الواحدة بتتنازل بتتعاير بعد كده والكلام ده كله، والفيديو هبقى اسيبهولكوا تحت او ممكن اسيبهولكوا فوق. اللي هو كان بعنوان ابسطك ازاي وانت مش بستاني. تمام، هو ده كانت كاتبالي التعليق تحت الفيديو ده، بس طلبت مني ان انا ما اظهرش التعليق. المشكله بتتكلم عن ايه؟ هي واحده مصريه، تمام، عايشه في مصر، وعرفت شاب من على النت. هو مصري برضو لكن هو شغال في دبي، وعايش هناك. يعني هو عايش هناك في دبي وشغال هناك، لكن اهله موجودين في مصر. فهو عرفها وهي عرفته. المهم ان هما يعني حبوا بعض وكده، وطلب منها ان هو يتقدم لها. فقالت له تمام ماشي. فبس هو قال لها انا مش هقدر انزل عشان انا يعني الشغل بتاعه ما ينفعش ان هو ينزل وكده. وقال لها ان هو هيخطبها، يعني هيبعت اهله يخطبوها. بعت اهله خطبوها وجابوا لها الشبكه ولبسوا لها الشبكه، وهو كان بيشاركهم عن طريق النت طبعا، بيتصل على الفيسبوك على ماسنجر فيديو كول، وكان بيشاركهم يعني يعني الخطوبه وكتب الكتاب. لسه هحكي لكم على كتب الكتاب وكده. المهم جاب لها شبكة. أبوها طبعا في الاتفاق طلب دهب كتير جدا، وهي قعدت تزعق طبعا لأبوها وتقول له لأ، وهيجيب منين وحالته ومش حالته. أنا هكتفي بدبلة وخاتم، وأنا مش عايزة دهب كتير. دهب إيه ومش دهب إيه، هو عندي أحسن من الدهب والكلام ده كله. جابوا لها طبعا حاجات رمزية كده، دهب رمزي، ولبسته يوم الخطوبة. في الاتفاق طبعا ابوها وهو بيتفق ان هو عايز لبنته شقه في مصر، فضلت برضو تقول لا انا مش عايزه شقه، انا كده كده هسافر له وهعيش معاه هناك. ابوها هيقول لها يا بنتي عشان انت ما تضمنيش هو ان هو هيعيش طول حياته في دبي، ما يمكن هينزل مصر تاني عشان يبقى لكم بيت في مصر والكلام ده كله. طبعا هي قعدت تقول لا مش عايزه الشقه ومش عايزه اي حاجه خالص. المهم هو بعد كده ما جابلهاش طبعا شقة. المهم في بعد كتب الكتاب تقريبا عمل توكيل لاخوه وكتبوا الكتاب، وبعدها بفترة هي لبست فستان الفرح وسافرت له على دبي. كل ده هو لا نزل من دبي ولا راح اتقدم لها ولا اتفق مع باباها ولا هو اللي كتب الكتاب ولا اي حاجة. هو في دبي وكل ده بيحصل في مصر، وهو كل ده بيشوفه بس كده على في الفيديو كله خلاص. المهم بعد كده سافرت على دبي ولقته عايش في شقة صغيرة. هي طبعا عادي عندها الشقة دي كانت اكنها قصر بالنسبة لها. طبعا بتقول في الاول كان عادي التعامل معانا كويس ومفيش اي حاجه وكان كويس معايا جدا. بتقول في مره كنت في المطبخ بحضر الغدا، وسمعته بيتكلم مع مامته واخته عنها، وبيقول لهم دي تقريبا كانت مش لاقيه حد يتجوزها، او يعني ان هو مثلا يعني كانت بايره، او ان هي ما كانتش عارفه تعيش في بيت ابوها، او ماهاش لاقيه تاكل في بيت ابوها. وان هي ما كانتش يعني مثلا حد يعني كلام. بتقول انا سمعت الكلام وما كنتش مصدقه ان هو اللي بيقول عليا الكلام ده كله، واتصدمت. فبتقول ان هي بعد ما سمعت الكلام ده طبعا ما دخلتش عليه وهو بيتكلم، ورجعت المطبخ تاني كملت اللي كانت بتعمله، لكن كانت عماله تعيط جدا جدا بعد ما سمعت الكلام ده.
وهو قفل طبعا مع مامته، بتقول له انت انا سمعتك وانت بتقول لمامتك واختك في التليفون كذا كذا كذا، على فكره انا كنت شارياك، وانا كنت بقى يعني كنت حباك، وكنت عارفه ظروفك، وكلامك ليا ان انت مش شغال كويس، وكلامك ليا ان انت ظروفك ومظروفك ومش عارفه ايه، خلاني وقفت قصاد اهلي وقصاد ابويا وقلت لهم ان انا مش عايزه اي حاجه. انا كنت عايشه في بيت ابويا معززه مكرمه، باكل احسن اكل وبلبس احسن لبس ومرتاحه ونفسيتي مرتاحه، وما كانش في اي حاجه خالص. حبي ليكي اللي خلاني اني انا اتنازلت عن اني انا اجيب شبكه كبيره، اتنازلت عن المؤخر الكبير، اتنازلت عن الشقه، اتنازلت عن حاجات كتيره جدا جدا بتيجي للبنات، كل ده عشان حبي ليك، مش عشان اي حاجه خالص من اللي انت بتقولها. كله ردوا عليها ببرود وبمنتهى البرود، هو انتي كنتي بتتصنطي عليا وانا بكلم امي واختي؟ ده ينفع؟ يعني ينفع؟ هو انا انتي لو بتكلمي امك واختك او بتكلمي ابوكي وانا هاجي اتسلط عليكي؟ راحت قالت له انا ما كنتش بتسلط، انا كنت جايه اسالك اعمل مكرونه ولا اعمل رز، لقيتك بتتكلم مع مامتك واختك عليا. بتقول طبعا بعد كده بقى معاملته معايا اتغيرت، بيعاملني بطريقه مش كويسه خالص، وان هي طبعا حامل كمان في الشهر الثالث، وبتقول ان هي مش عارفه تعمل ايه، او خايفه تكلم باباها في الموضوع دوت، او تاخد خطوه ان هي ترجع مصر، او الكلام ده كله بسبب الكلام اللي هي سمعته. هي مش عارفه تعمل ايه. بتقول المشكله دلوقتي الكبيره ان هي حامل في 3 شهور، زائد كمان ان هي خايفه من رد فعل باباها، لان هي وقفت جنبه، وقفت قدامه كتير جدا عشان جوزها ده، وباباها كان عايز يعززها وكان عايز يخليها حاجة كبيرة، لكن هي اللي وقفت قدام باباها عشانه. عايزة اقول لكم ان في ابهات كتيرة جدا ممكن تظلم بناتها وتجوزهم اي جوازة وخلاص، لكن في برضو بنات عشان بيبقوا بيحبوا او بيبقوا معميين مش شايفين، بيرخصوا نفسهم وبيتنازلوا عن كل حاجة، وفي الآخر برضو بيتعايروا. يعني مش كل حاجة هنرميها على الأهل، في أهل بيبقى عايزين يعززوكي، وفي أهل بيبقوا عايزين فعلا إن هم يخلصوا من البنت ويجوزوها وخلاص. لكن اللي أنا عايزة أقوله إن في كلام متداول بيقعدوا يقولوا إيه، الأب ساعات هو اللي بيرخص البنت ومش بيعززها ومش بيطلب لها ومش بيعمل لها. ادي مثال قدامكم اهي، ابوها حاول ان هو يعززها ويخليها احسن البنات، وهي اللي وقفت قدام باباها، وهي اللي رفضت حاجات كتير بحجة ان هي بتحبه، وفي الاخر سمعته بيقول عليها ايه. زائد كمان ان هي بتقول ان مرة برضو واحد سمعته برضو بيكلم واحد صاحبه عنها برضو نفس الكلام، ويعني بتقول يعني مش مامته وباباه بس، ده كان كمان بيتكلم مع واحد صاحبه عليها. وبتقول ان هي الانسان اللي هي راحت وعاشت معاه في دبي ده، اللي هو شغال في دبي وراحت عاشت معاه ده، بتقول مش ده اللي انا كنت بكلمه ومش ده اللي انا كنت اعرفه. وكمان يا جماعه مفيش حاجه اسمها حب من على النت، ما تروحيش تحبي واحد من على النت لا شفتيه ولا تعرفيه ولا تعرفي اصله ولا تعرفي اي حاجه عنه. ايه هبعت اهلي يخطبوكي، ايه هروح اعمل توكيل لاخويا يجي يكتب الكتاب وفي الاخر تروحي له لا يجي عندكم ولا تقعدي معاه ولا تشوفيه. ما فيش يا جماعه الكلام ده خالص. اعرائي لما يجي يتقدم لك واحد، اتقدم لك من باب بيتكم، يدخل يعني تتعرفوا عليه وتعرفوه تسالوا عنه وتعرفوا ده مين وجاي منين واصله ايه وحكايته ايه. مفيش حاجه اسمها من على النت، لا جواز من على النت بينفع ولا حب من على النت بينفع، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. يا ريت يا جماعة كل اللي عنده بنت يخاف عليها، وكل اللي عنده بنت يعززها، وكل اللي عنده بنته يخلي عينه عليها وتشوفها بتتكلم مين وتعرف مين، عشان الأيام دي ما عادش فيه أمان خالص. هي طبعا هتشوف الفيديو ده وهتشوف التعليقات بتاعتكم، واسفة ان انا طولت عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم، وربنا يصلح حال الجميع يا رب.